صديقي أنا جاي النهاردة أكلمك في رحلة كفاح ورحلة نجاح ما بين اتنين أصدقاء قايمين بشركة دانسي. تعالى النهاردة يا صديقي أكلمك على دانسي. واحد يمني وواحد مصري، اتنين مع بعض اصحاب من زمان، والاتنين مع بعض كانوا بيعانوا من حته ان هم بيشربوا سجاير بشراهه. فضلوا على الحكايه دي لحد لما شغلهم اتجمع ان هم يروحوا الصين ويبتدوا يفتحوا او يعملوا زي شيفت كارير جديد. قال لصاحبه ايه المشكله لو نشتغل في حاجه جديده احنا بنحبها، في حاجه اسمها الفيب. المهم ان هم عرفوا الفيب قبل حوار الشغل. بعد كده ابتدوا مع بعض، قال لك طب ليه احنا كعرب يمني ومصري ما نعملش مصنع للديسبوسبل، الحاجه اللي بيحبها الميدل ايست كله وافريقيا وبيحبها العالم كله، ليه ما نعملوش وبجوده عاليه؟ عشان كده اصحاب دانسي، ودي العلامه التجاريه اللي معانا، اقاموا بالفعل الشركه. بقالهم اكتر من 4 سنين قائمين لهذه الشركه بره مصر. وجي الشريك المصري والشريك الاكبر المصري جه قال لك ليه انا ما فيتش بيها البلد عندي مصر؟ فعشان كده نزلوا وفتحوا ليهم استرات موجوده باسم دانسي، موجوده تلاقيها في اكتوبر وهتلاقيها في كذا مكان، فاتحين ليهم استرات. وغير كده ان هم شركه علقت باند رول. ايوه يا صديقي، شركه دانسي حطت على الجهاز الالترا، وده جهاز 12000 باف، علقت عليه الباند رول. وعندها جهاز دي ال لسه برضو متعلق عليه الباند رول. خلي بالك يا صديقي، احنا هنشوف الشركه دي يوم 31/1 في هابنز، هنشوفهم بالباند رول يا صديقي. ها بس تعالى كده ايه اكلمك سريعا على المنتجات اللي بيقدموها. شركه دانسي هي من الاخر بتخاطب الناس بتوع الديسبوسبل، عايزه تقدم لهم كواليتي عالي قوي مع سعر مناسب ليهم. هتلاقي في حاجه بيقدموها لك اسمها الالترا يا صديقي. الالترا دي 12000 باف زي ما انت شايف كده، وبيقدموا هنا حوالي 10 فليفر، والفليفرز دي قابله للزياده، يعني لسه في فليفرات هتزيد اكتر على السوق المصري. وعندنا كمان مش الالترا بس، لا، عندنا دانسي التي ريكس او التي ار اكس، ودي شبابيه جدا وبشاشه وبتاع. نسيت اقول لك كل البودات اللي معانا بشاشه ما عدا بود واحد هنتكلم عليه في الاخر. اوكي، فدي ار اكس او التي ريكس دي 10000 باف يا صديقي. 10000 باف هتبقى حاجه قويه قوي وشبابيه قوي، وبرده في منها حوالي 10 اطعم او اكتر، ولسه الاطعم قابله للزياده. خلي بالك لسه الاطعم قابله للزياده. ومعانا بقى الوحش الرئيسي وهو الدانسي بار. حلو الكلام. وده برضو في منه حوالي 10 اطعمه يا صديقي، وده 18000 بفه يا صديقي. انت متخيل الشركه بتخاطب الناس اللي بتحب كمان عدد البفات الرهيب؟ الشركه هنا بتقول لك انت هتلاقي وبشاشه وانظمه وبتاع، حاجه جميله يعني، ليه لا؟ كمان بقى هتلاقي اخوهم الاصغر النيو دانسي. النيو دانس ده بيبقى 4000 بفه صديقي، في منه 10 اطعمه او اكتر، برضو لسه الاطعمه كلها قابله للزياده. احنا دلوقتي بس بنتعرف على دانسي. ومش كده وبس، لا، الناس دي شغالين في النيكوتين باوتش، اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى باوتش نيكوتين الباوتش الظريف ده معروف، حط هنا تحت اللسان وبتاع، او بيتحط تحت السنان او جنب السنان، بيتقال عليها فوق الشفه تحت الشفه، انت عيش بقى براحتك. المهم ان هو بيوصل لك ضربه النيكوتين، بتوصل لك او الستيج بتاعك للنيكوتين بيوصل لك في خلال 7 ثواني من اول ما بتحطها في بقك. برده دي حاجه انتاجيه سويسريه بالكامل، ان هي حاجه محترمه قوي، حاجه يعني بيرفكت وان زي ما بيتقال. الناس دي شغلها بيدخل اوروبا، دخل دبي وليهم وكيل، دخل في كذا مكان وبقى ليهم وكيل. وكمان الناس اللي حابه انها تعمل وكاله تقدر تكلمنا او تكلم شركه دانسي، هقدر ان انا امنشن لكم الشركه، احط لكم الارقام. اللي حابب ان هو ياخد وكاله في اي بلد من البلاد العربيه يقدر يكلمنا على طول عشان نقدر نوصله بالشركه ان هو ياخد وكاله هذه الشركه الجميله. انا مبسوط بحته ان يمني ومصري وعاملين مع بعض شغل حلو زي ده. فوق فوق فوق. ما تنساش يا صديقي دانسي هتبقى معانا يوم 31/1 في هابنز ايفنت. تعالى عشان تدوق، هم عاملين معرض كبير عشان تدوق كل الفليفرز بتاعتهم وتشوف كمان الباند رول. وهيبقى معانا يومها بقى ايه؟ الدي ال الجامد جدي، ما يتقالش غير كده. هستناكم يوم 31 ودانسي هتستناكم. سلام.